تعالي النهارده أقول لِك على أسهل وأحلى طريقة للممبار، بجد اختراع، حاجة كده ولا هتغلبِك ولا هتعذبِك. لو عندِك عصارة بتاعة الليمون هتنضفي الممبار، لو عندِك 20 كيلو من الممبار هتعمليهم في 5 دقايق بسرعة الصاروخ، وهتلاقوا الممبار زي الفل والقشطة معاكم. إيه الجمال ده! أنا ما شُفتش أسهل ولا أبسط من كده. بُصّوا الممبار اللهم بارك زي الفل، كل الجمال والنضافة ده بعصارة الليمون، دي طلعت ليها استخدامات تانية يالّا كتير. بينا ندخل ونشوف هنعمل إيه. بس يا ريت قبل ما ندخل ونشوف هنعمل إيه، ما تنسوش اللايك والشير للفيديو، وعايزة دعوة كمان حلوة كده من قلبكم الطيب ولكم بالمثل. يلا بينا. وأول حاجة بقى معايا جبت الممبار، وكان الراجل بقى حاططه لي في أكياس. المهم بقى بافتح كده، أنا متعودة بقى باجيبه بيبقى نضيف شوية، ما بيبقاش بالشكل ده. أول بقى ما شُفته كده بُصّوا اتصدمت، يعني بُصّوا مليان دهون، وعلى فكرة ده ممبار ضاني، مليان بقى دهون كده بالشكل ده. وبُصّوا بقيت متضايقة أوي، يعني إيه ده! ولقيته كده مش نضيف زي ما أنا متعودة عليه. المهم جبته بقى وحطيت عليه مَيّة، وابتديت إيه أشيل الحتة اللي هي بيقولوا عليها البُق ده، بيبقى أول الممبار كده بيبقى عبارة عن جلدة كده تخينة. أنا بقى متعودة لمّا هو أصلًا باروح أجيبه بصراحة ما باخلّيهوش ينقّي لي كده. بس طبعًا زي ما أنتم شايفين بُصّوا، لقيت كمان حتة تانية حاططها الله يسامحه علشان طبعًا تتقِّل الميزان. الحتة دي بتبقى تقيلة أوي، وفي نفس الوقت ما ينفعش إن إحنا نعملها. وحاطط لي بقى الرفيّع مع التخين، أنا أصلًا باجيبه بيبقى رفيّع أو وسط كده علشان يبقى حلو معانا. بس أنتم بقى عارفين كل سنة وأنتم طيبين إن في بقى موسم، وبيبتدي بقى إيه يحط كده إيه كُلّه مع كُلّه يعني، وبيبقوا مستعجلين. المهم بقى لمّا شُفته كده اتصدمت، وجات لي بقى فكرة العصارة بتاعة الليمون، جِبتها بقى وعلشان أبتدي أعمل الكمية دي كلّها بتاعة الممبار. عايزة أقول لكم اللهم بارك بسم الله ما شاء الله، ما خدتش معايا 5 دقايق. باعمل إيه، باجيب طرف الممبراية كده بالشكل ده، واحطها كده ما بين الإيدين كده بتاعة العصارة زي ما أنتم شايفين. بُصّوا بقى اللي بينزل يا نهار أبيض بقى دهون، وكل الحاجات اللي جوّه بتبقى المادة اللي هي اللزجة اللي بتبقى في الممبار كده من جوّه. عايزة أقول لكم بتنزل معايا بُصّوا في ثواني. بُصّوا خطير يا جماعة. بُصّوا فكرة بجد رهيبة. إذا كان بقى الممبار تخين معاكِ رفيّع تعمليه بالطريقة دي، بس وأنتِ بتضغطي اضغطي بالراحة علشان ما يبتديش الممبار إن هو يتقطّع معاكِ. بُصّوا الجمال، بُصّوا في دقيقة، في ثانية بقى زي الفل الممبار. عايزة أقول لكم بجد طلعت اختراع. جِبت بقى وده حلو بقى ليّا بقى، لإن أنا زي ما قُلت لكم جايبة الممبار ضاني وكان فيه دهون كتيرة. أنا بقى بصراحة ما باقلبش الممبار، أنا باحب الدهون دي تبقى فيه علشان لمّا آجي أقليه بتدّي له طعم حلو أوي. ما باحبهاش تكون من جوّه علشان ما يبقاش كده لمّا ناكله تحس إن هو كده بيبقى مدهن كده وطعمه مش حلو. ابتديت بقى إيه، رُحت بُصّوا في ثواني عملت بقى باقفل عليها كده بالشكل ده، وابتدي بقى أشد كده بإيديّا التانية، واطلّع بقى إيه الممبار عندي من الطبق اللي أنا حاطاه فيه. بُصّوا ما شاء الله ما خدش منّي وقت خالص. وابتدي بقى إيه، أنا هنا رُحت قاطعاه قُلت عشان إيه أنزّل بقى كده ينزل معايا كده بكل سهولة. بُصّوا نزّل قد إيه. أنا عايزة أقول لكم أنا المنظر ده بقى لي كتير أوي ما شُفتوش. يعني بصراحة باجيب الممبار بيبقى زي الفل من عند الجزار، بس المرّة دي بقى أنتم عارفين بقى الزحمة والموسم، وعشان طبعًا العيد كل سنة وأنتم طيبين. فطبعًا زي ما قُلت لكم قعد بقى يقول لي: "مش هينفع أنضّفه لِك وأنا وخديه كده وعلى ضمانتي وحلو." قُلت له: "ماشي." فعايزة أقول لكم إن كل الحاجات دي كمان المشكلة إن هي بتوزن كمان في الميزان. بُصّوا نزّلت دهون قد إيه، دي بقى الحاجات دي بتوزن. المهم بقى إيه، نضّفته بالشكل ده ودخلت بقى على الباقي. وبُصّوا برضه هنا البُق برضه رُحت قاطعاه. وبُصّوا بقى في الطبق بُصّوا كام واحدة، والله العظيم تقيلة يا جماعة ييجي نُص كيلو. حبّيت بس أورّيكم عشان يعني ما يضحكش عليكم، وفي نفس الوقت ما تعملوهاش لإن دي بتبقى تخينة، وبتبقى طعمها ما بتاخدش الرز حلو، بتفرقع كمان معانا على النار. يعني أمّا بنيجي نسلقه بتفرقع معانا. بُصّوا بقى هتطلّع كمية، هتطلّع كمية دهون بُصّوا قد إيه. بُصّوا كل دي في الميزان، كل ده يعني الله يسامحهم، كل ده كده بتطلّعيه في الميزان بيبقى معاكِ طبعًا بيعمل فرق ما بين الميزان. هتشوفوا بقى الكمية بعد كده هتبقى قد إيه. يعني هتشوفوا لو جبتوا الفيديو من أوله شوفوا ما شاء الله الكمية اللهم بارك، تحسوا إن هي كتيرة. بعد ما تتنضف وتتضبط كده بُصّوا، طبعًا ما فيش ضمير الله يسامحهم يعني، بس يالّا بقى الحمد لله. المهم بقى جبت بقى كده بالشكل ده. بُصّوا طريقة سهلة وبسيطة، والله العظيم هتعملوا الكمية كلّها بُصّوا في 5 دقايق على طول. مش هتاخد معاكم أي وقت، غير بقى إن أنتِ هتوفّر معاكِ وقتِك ومجهودِك، وكمان إيه، هتبقي بتعمليه كده وأنتِ إيه، يعني الحركة نفسها كده هتدّيكِ طاقة طاقة إيجابية.
المهم عملته بقى بالشكل ده، وخلّوا بالكم عشان بُصّوا هتلاقوها الرقيقة ممكن تتقطّع معاكم، خلّوا بالكم. وجيت بقى هنا طبعًا رُحت بقى إيه، منضّفة الكلام الجامد ده عشان بُصّوا قد إيه أنا ما رضيتش أقطع الفيديو والله، يعني المنظر صعب بس أنا ما رضيتش أقطع الفيديو عشان أورّيكم كمية الدهون، بُصّوا الكمية دي كمية كبيرة يعني. المهم بقى غسلت كده الحوض علشان لازم طبعًا عشان برضه الريحة، وأبتدي إن أنا أغسل بقى إيه الممبار بتاعنا كده كويس. جبت بقى الممبار بعد كده، وابتديت بعد ما كنت حاطاه في المصفى، ابتديت بقى اغسله تاني كده في الحوض. طبعا الممبار من الحاجات اللي لازم تتغسل كده كويس، وتحاولي بقى كده تدخلي كده المية فيه علشان لو في اي حاجة تبتدي ان هي ايه تنضف بقى معاكم. بصوا شمعة، بصوا اهي دي لسه اول غسلة، عايزة اقول لكم يعني دي اول غسلة بعد ما ابتدينا ان احنا نعمله بعصارة الليمون. بجد يعني قولوا لي كده حد جه في دماغه ان احنا نعمل بعصارة الليمون؟ اهو حصري في مطبخ مي امين ان انا عملت لكم الممبار بعصارة الليمون. جيت بقى هنا طبعا باكد برضو عليه تاني، ببتدي ان انا جبت السكينه، وببتدي ان انا اكحته كده بالراحه بالسكينه بالشكل ده كده. بصوا ابتدي بقى اكحته كده تاني. الممبار ده من الحاجات يا جماعه اللي لازم تتغسل كويس جدا جدا فوق ما تتخيلوا، عشان بجد بيبقى يعني صعب. يعني الممبار ده لو فيه اي طعم او فيه اي ريحه من الحاجات اللي بتبان قوي في الاكل، فخلاص الولاد بقى يقرفوا منه او انتي او جوزك، وتبتدي ان انتي خلاص يعني هيترمي، فحرام. احنا برضو بنجيبه، الحاجة بقت غالية دلوقتي. حطيت بقى عليه شوية ملح وسبته بقى ايه منقوع كده، وبعد كده ابتديت ان انا اصفيه واغسله بقى تاني. اوعي تحطي ممبار وانتي بتغسليه خل، الخل هيخليه يشد معاكي وهيبقى ناشف معاكي ومش هيبقى حلو. حطي بس ملح، الملح مطهر، ابتدي ان انتي حطي الملح. وجيت بقى هنا كنت انا عاملة الخلطة بتاعته، وابتديت ان انا احشيه. حشيته بقى كده بسرعة على طول. طبعا الخلطة بتاعته عبارة عن بصل وكمان طماطم متقطعة مكعبات، ولو عندك معلقة صلصة حطي، وشبت وبقدونس وكزبرة متقطعين، والرز والملح والفلفل وشوية نعناع كده حلوين، ولو حابة تحطي شوية كزبرة حطي، واي اضافات او توابل منك تقدري تحطي. بصوا حشيته بقى في ثواني كده الحمد لله. وابتديت ان انا ايه بقطعه بقى كده بالشكل ده، وما بملهوش قوي وانا بحشيه علشان ما يتفرقعش معانا طبعا اثناء عملية السلق. خلوا بالكم ودي حاجة مهمة. طبعا الرفيع بحشيه بالقمع، والتخين ده بحشيه كده بايديا على طول. طبعا ما رضيتش بقى اجيب لكم، انتوا اكيد عارفين طريقه الحشو بتبقى سهله وبسيطه. يلا بقى يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو والكومنت هنا الحلو. بقى حطيت في الميه ورق لورا، وحطيت كمان حبهان وشويه فلفل اسود. ما تحطيش بقى ملح في ميه السلق. واول ما يبتدي ان هو الميه تغلي معاكي هننزل بالممبار بتاعنا. بصوا شكله حلو ازاي، ده طبعا بعد ما حشيناه كله. الميه هتغلي معانا كويس جدا، هيبتدي ان انتي نزليه كده. اول ما بتنزليه في الميه بتكون بتغلي بيتقفل معاكي على طول، ولا بقى ان شاء الله هيفرقع اللهم بارك، ولا هيطلع بقى الرز من الناحيه التانية ولا اي حاجه. هو طالما الميه مغليه بتبتدي ان هو بصوا بيقفل ازاي. بصوا قفل معانا على طول، الجلد قفل على بعضه بالشكل ده. وبعد بقى ما استوى معانا صفيته كويس، وبعد كده بعد ما برد رحت قلياه بالشكل ده. ما قلتش بقى الكميه كلها، حطيت لهم الكميه دي طبعا في الغدا، وشلت بقى الباقي لما برد معايا في قلب الاكياس علشان ان شاء الله في العيد بقى لو حبيت اطلع اروح مطلعه على طول بكل سهوله، وابتدي ان انا اقليه. بصوا لونه ذهبي وحلو ازاي. وادي بقى اللي انا شلته في الاكياس علشان زي ما قلت لكم ابتدي ان انا اطلعه بقى في العيد يكون سهل معايا، وابتدي ان انا اقليه على طول وياكلوه بألف هنا وشفا. رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وكنت معاكم مي أمين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير.